كل سنة وانتوا طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض كحك العيد بقى. مش هنروح نشتريه بفلوس غالية خالص، لا هنعمل من كيلو واحد بس كمية كبيرة جدا. وده فعلا الكحك اللي يطلق عليه فاخر من الآخر. كحكاية ناعمة جدا وبتدوب في البق. وهنقول مع بعض كل التفاصيل بتاعته بطرق بسيطة خالص للناس اللي عايزة تعمل في البيت. ومعاكم أسماء عطلة، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة لو عجبكم الفيديو. يلا بينا. يلا نقول بسم الله ونشوف طريقة الكحك بتاعنا النهاردة. أنا هستخدم كيلو من الدقيق، هنحتاج بيكنج باودر وخميرة. أقول لكم المقادير بالظبط بتاعتها واحنا شغالين. نص كوباية من المية، ودي عشان أدوب فيها الخميرة. السمنة بتاعتي 550 جرام من السمنة، وده علشان الكحك بتاعنا يطلع ناعم. هنحتاج معلقة من ريحة الكحك وممكن نستغنى عنها، بس أنا بحب أحطها بصراحة. لو هنحشيه ممكن نعمله سادة طبعا، وممكن نحشيه. انا هستخدم النهارده الملبن بجيبه وبحط له معلقه من السمنه. انا هنا استخدمت له مكسرات كمان، جبت عين جمل وطحنتها في المطحنه وحطيتها على الملبن ومعلقه من السمنه وعجنته وعملته كور صغيره زي ما انتم شايفين كده. ممكن طبعا ما نحشوهوش، ممكن نعمله ساده، ممكن نعمله بالعجوه. والعجوه برضو بنهرسها وبنحط لها برضو معلقه سمنه وبنهرسها. يعني ما تحطهاش على النار، لو حطيتيها على النار بتشد منك في الكحك. فانتي ممكن ان انت تدفيها بس في الميكرويف كده شويه، وبعد كده بتحط لها معلقه سمنه وبتهرسيها وبتعمليها كور صغيره برضو. يلا بقى نشوف الطريقه. هنعمل ايه قبل اي حاجه خالص؟ هنبدا نحط الخميره في الميه ونسيبها على جنب. تمام. هناخد الخميرة بتاعتنا نفتحها. كيلو الكحك هنحط له معلقة كبيرة من الخميرة اهو. هحط لها معلقة سكر وهقلبها تقليبة كده، وهنغطيها ونسيبها على جنب عقبال ما نجيلها بقى اهي. هنقلبها تقليبة واغطيها واسيبها على جنب عقبال بقى ايه ما نجيلها. طيب هنبدأ نعمل ايه دلوقتي؟ هبدأ ان انا افضي الكحك بتاعي في الطبق ونحط له الاضافات بتاعته. هنفضي بقى الكحك بتاعنا. الكحك اللي انا مستخدماه لجميع الاستخدامات. تمام. يعني نوع الكحك اللي بيبقى لكل الاستخدامات ده بيبقى بالنسبة لي افضل بكتير. هنفضي كيلو الكحك بتاعنا. هنحط له بقى ريحة الكحك، وهنحط معلقة من البيكنج باودر، معلقة صغيرة، مش هنحط كتير، يعني هي معلقة صغيرة بس. هحط كمان ذرة ملح، وهنقلب طبعا كل الكلام ده في بعض. هنسيبه بقى شوية كده على جنب، وناخد السمنة بتاعتنا نقدحها على النار. احنا هنعمل الكحك بطريقة امهاتنا زمان. الابتكارات بقى الجديدة اللي بيقعدوا يعملوها، كحك بارد، كحك نحط له نشا، كحك في الاخر بنرجع لنفس الطريقة، لان هو ده اللي بيحسسنا فعلا بالعيد. يعني هي العادات والتقاليد بتاعت زمان دي اللي بتحسسنا بجو العيد. فاحنا هنستخدم الكحك بطريقته التقليدية. هناخد السمنة دي نقدحها على النار ونرجع نشوف هنعمل ايه. هنيجي بقى للحظة الجامدة لما نحط السمنة على الدقيق. بالنسبة للسمنة أنا استخدمت سمنة مخلوطة، يعني سمنة بلدي على سمنة كريستال. بصراحة استخدمت كريستال الصفرة لأنها بتدي ريحة وطعم حلو قوي للكحك، وحطيت لها كمان سمنة بلدي، فاحنا حطينا سمنة مخلوطة. هنا بقى هنبدأ نحط السمنة على الدقيق. لحظة الفوران طبعا ما يكونش فيه أي طفل ولا أي حد صغير موجود معانا. لحظة فوران الدقيق لحظة جامدة جدا بصراحة. ده اللي هيخليلنا الكحك بتاعنا ناعم وبيدوب في البق كده.
هنبدأ نلم السمنة مع الدقيق لحد طبعا ما السمنة تهدى خالص، وبعدين هنبدأ ندخل ايدينا في الموضوع. هنقلب بقى كله كده، ندخل السمنة مع الدقيق كده، محطش ايدينا خالص لانها سخنة جدا، محدش يحط ايده خالص في الموضوع ده، يعني لازم نخلي بالنا بالنسبة كمان للبنات المبتدئين. متقوليش بقى ده برد واحط ايدي، لا ده هو لسه سخن جدا. بس بنلمه كده عقبال ما ندخل ايدينا بقى، ومرحلة تدخيل الايد دي اهم مرحلة في الموضوع ده، اللي هيخلينا الكحك بتاعنا دايب كده. مرحلة البس بقى بنقول عليها مرحلة البس. هنسيبه يهدى شوية وبعدين هنبدأ ندخل ايدينا. طبعا ايدينا في الكحك احسن بكتير من العجانة. محدش يجي يقول لي اصلا انا هستخدم العجانة عشان وجع الدماغ، لا، هو حلاوته اصلا ان انت تتعبي فيه عشان لما يجوا ياكلوه بقى كده وتلاقيهم بيشكروا فيه تبقي مبسوطة جدا، تبقى حاجة تبسط يعني. هنسيبه طبعا يهدى شوية وبعدين هنبدأ ندخل ايدينا. شوية مية كمان، طبعا منحطش مية مرة واحدة، يعني نحط واحدة واحدة لحد ما اشوف هحتاج ولا لا. هنا ضفنا بقى المية واحدة واحدة، خد نص كوباية مية كمان، يعني نص كوباية بتاعة الخميرة وضفنا له نص كوباية كمان. طبعا بنعجنش زي ما قلنا، بنحط حبة حبة ونلفه كده، وبعدين هنجرب بقى الكحكاية كده اهو. هنا ما شققش اهو كده، الكحكاية ما شققتش معايا، يبقى كده المقدار مظبوط، مش هنحتاج مية تاني. ماشي، هنبدأ بقى نشكل الكحك بتاعنا ونبدأ يا ننقشه يا هنستخدم البصامة اللي زي دي سهلة اوي، دي زي المحلات اللي بيستخدموها. وفي المنقاش طبعا كلنا عارفين المنقاش، ممكن نعمل شوية من ده وشوية من ده. هنغطي العجينة بتاعتنا علشان ما تنشفش، وشها ما ينشفش، وبعدين هنبدأ نجهز الصواني اللي هتدخل الفرن. هنبدأ بقى ندخله الفرن، نخبزه على نار هادية خالص وما نعليش عليه.